بتبدأ حكايتنا في مكان غريب، وبنلاحظ ضوء بيلمع نازل من السماء زي الشهاب بيهبط بسرعة كبيرة جدا للأرض. بيتضح إن الشهاب ده كان شخص، والشخص ده حالته تصعب على الكافر يا صديقي، وبيقول هو بيتألم بغض النظر إن قايدن إزاي أوصل للحالة البائسة دي، ده عمره ما كان هيحصل لولا لو غد دول ما هاجمونيش مع بعض. وبيقول في نفسه أنا لازم أخفي جسمي واسترجع قوتي، ولو استمريت بالهروب بس هينتهي بيا الأمر إنهم هيلاقوني، وساعتها بس مش هقدر أعمل أي حاجة. أنا حاليا لازم ألاقي طريقة أخفي بيها حضوري. وبيلاحظ قطة وبيقرب منها، وبيظهر ضوء غريب في المكان ولكن ما بنعرفش حصل ايه. بيتغير معانا المشهد لمتجر الحيوانات الأليفة، وبنلاقي شاب مندهش من كمية المنتجات وروعتها، وبيبقى محتار يشتري ايه بالظبط. وبيتجول في المكان وبيتساءل ايه المنتجات اللي القطط بتاعته هتحبها. وبيتضح معانا انه شخص مهووس جدا بالقطط، بيقول له انه عايز يشتري كل حاجة في المكان ده. وفي الطريق وهو مروح بيقول لنفسه انا كان المفروض اشتري اكل ليا، بس في الاخر اشتريت حاجات للقطط من تاني. وبيكون مبسوط جدا. فجأة بيلاحظ طفل الكرة فلتت منه وراحت في وسط الشارع، والطفل جري وراها بسرعة، ولكن في عربية جاية بسرعة كبيرة. الشاب بيتفاجئ والعربية خلاص على وشك انها تخبط الطفل، ولكن بيتحرك بطلنا بسرعة جنونية وبينقذ الطفل، وبيكون مرعب جدا من اللي عمله. الطفل طبعا مصدوم ومش فاهم ايه اللي حصل، فبطلنا بيطمن على الطفل، وبنشوف الناس واقفة في الشارع ومتفاجئين. واحد منهم بيقول للتاني هو انت شفت اللي انا شفته؟ والكل حرفيا مش عارفين ينطقوا بحرف. والشاب وهو ماشي بيقول مع نفسه انا سعيد اني قدرت انقذ الطفل ده بواسطه قدرتي. وبنلاقي ام الطفل بتجري عليه وبتزعق له وبتقول له هو انت اتعورت وحصل لك حاجه؟ ولكن الطفل بيرد عليها وبيقول لها انه تمام. امه بتساله وبتقول له انت ازاي تجنبت العربيه؟ فابنها بيقول لها ان الشخص اللي هناك ده هو اللي انقذني. والام بتبص وما بتلاقيش حد. وبطلنا هو ماشي بيقول مع نفسه انا استخدمت قدرتي من غير تفكير عشان الطفل كان في خطر، ولكن انا لازم اخد بالي بعد كده عشان امري ما يتكشفش. وبنشوف بطلنا بعد ما روح البيت وهو بياكل القطط بتاعته، وبيعتذر لهم انه اتاخر عليهم وان هم جعانين جدا بسببه. وخلال ما هو بياكلهم لاحظ بعض القطط بتتصرف تصرف غريب، وبقى قاعد يسالهم انتوا ما بتاكلوش ليه؟ ولكن لقاهم بيحاولوا يرشدوه لمكان معين، فراح وراهم ولقى القط اللي شفناه في الاول نايم على الارض وبيطلع في الروح. ولكن بطلنا بياخدوا البيت وبيعالجه، وبنشوف القط وهو بيفتح عينه ومتفاجئ من المكان اللي هو فيه، وبيقول مع نفسه هو انا فقدت وعي ولا ايه؟ هو انا فين حاليا؟ وبيبص لجسمه واكتشف ان هو اتحول للقط. بنرجع فلاش باك للشخص اللي شفناه في الاول لما راح للقط، وبعدين استخدم تقنيه معينه، وبنكتشف ان الشاب اتحول للقط ده. وبعدين بطلنا بيخش عليه وبيقول له انا مبسوط جدا انك صحيت، انت شكلك كويس. والقط بيقول مع نفسه مين العبيط ده؟ هو الطفل ده هو اللي جابني لهنا. فبطلنا بيقول له استنى ثواني وجاي لك. وبعد كده بيرجعوا معاه اكل، وبيسال القط انت لما كنت في الشارع ليه كانت حالتك صعبه كده؟ وغير ده كله انت ما عندكش اي اصابات على الرغم من ان جسمك كان كله مليان دم. هل الدم ده من اثر جرح ولا كان في ناس خاطفينك وبيجروا عليك تغاروا؟ وبيكون القط متضايق جدا من رغي بطلنا. وبعد كده الواد بيفتح الاكل وبيحطه قدامه وبيقول له يلا كل عشان صحتك تتحسن بشكل اسرع. ولكن القط بيبقى متضايق ومتعصب جدا وبيقول له كيف تتجرأ وتدينا اكل قطط؟ ده انا قايدن. وبعدين لما بيلاقي بطلنا مصر على كده وبيلاقي نفسه جعان فبيضطر ياكل عشان دي الطريقه الوحيده عشان يسترجع قوته. وبعدين لما خلص اكل لا بطلنا بيرفعه عشان يشوف هو ذكر ولا انثى، فبيتحسب عليه القط وبيقول له بصوت عالي انت ازاي تتجرأ وتعمل معايا انا كده؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ الواد بيبقى مصدوم وبيقعد يبص حواليه عشان يشوف مين اللي كان بيتكلم، وبيستغرب اكتر لما بيلاقيش حد، وبيقول مع نفسه انا شكله كنت سايب التلفزيون شغال ولا ايه؟ وبعدين القط بيكلمه مره تانية وبيقول له سيبني حالا بدل ما اقطعك نصين. الواد بينفزع جدا وبينط لورا وبيبقى مصدوم ان القط هو اللي بيتكلم، فالقط بيزعق له عشان يهدى ويسمع له. ولما بطلنا بيهدى القط بيساله انت اسمك ايه؟ والواد من الخوف مش عارف يرد، فالقط بيزعق له مره تانية وبيقول له ما تخلينيش اكرر كلامي. الواد بيقول له انا اسمي جيو، فبيطلب من جيو انه يجيب له كرسي. ولما بيقعد بيكلم جيو بيهدده وبيقول له لو انت قلت لحد عني هقتلك. فجيو بيرد عليه بخوف وبيقول له تمام. واثناء ما هو بيتكلم بيلاحظ قط تخين في المرايه، بيقول مين القط التخين ده؟ وبتصدم لما بيعرف ان هو القط ده وده انعكاسه في المرايه، فبيقول بصدمه هو القط التخين ده هو انا قايدن. وبيقعد يصوت من الصدمه وبيبقى جيو قلقان عليه وبيحاول يفوقه في حين ان قايدن منهار من الصدمه، وبيقول في نفسه ان هو ما يمتلكش قوه كافيه عشان يغير جسمه، ومعنى كده انه يفضل محبوس في الجسم القط ده لحد ما يسترجع قوته ويرجع جسمه الاساسي. وبيحاول يبطلنا يفوقه من الصدمه اللي هو فيها، وبعد ما بيفوق بيبقى متعجب من التعامل اللطيف لجيو معاه، وبيبقى محبط جدا انه بين كل الاشكال فهو اتحول لشكل القط ده. بعد كده بنلاقي جيو بيسال قايدن وبيقول له انت ازاي بتقدر تتكلم؟ مش مفروض انك قط؟ فقايدن بيرد عليه وبيقول له ده بس مجرد شيء مؤقت وما تسالش في تفاصيل اكتر من كده عشان حتى لو شرحت لك مش هتفهم. وبيقعد جيو يساله اسئله كتير عشان يحاول يستوعب ويفهم ايه اللي حصل له بالظبط، ولكن قايدن بيقول له مالكش دعوه انت مش محتاج تعرف اكتر من كده في الوقت الحالي. وبعد كده جيو بيحط له اكل وبيعرفوا ان على الرغم انه في جسد قط
الا ان طعام البشر غلط عليه لانه مضر بالقطط، وعشان كده لازم ان ياكل اكل القطط. يقتنع قايدن بكلامه وبيقول له انه فعلا سمع ان اكل البشر مضر بالقطط، وبما انه تحول بالكامل للقط هيحاول يرغم نفسه على اكل القطط عشان يسترجع قوته ببطء، وبيبدا ياكل وهو بيشعر بالاحباط. واول لما بيدوق الاكل بيعجبه جدا ويبدا ياكل فيه لحد ما بيكونش قادر ياكل تاني، وبيبقى متضايق ان الجسم بتاعه دلوقتي منعدم القوه، وان الاشخاص دول لو هاجموه في حالته دي مش هيبقى عنده اي فرصه قدامهم. فقرر انه يقعد في المكان ده لحد ما يسترجع قوته بالكامل. بعد فتره من الوقت بنلاقي جيو بيقول لقايدن ان هو يروح يشتري اكل. وبعد فتره من الوقت بنلاقي جيو بيقول لقايدن ان هو يروح يشتري اكل بكره. القطط بيطلب من قايدن انه يروح معاه، لكن قايدن ما كانش موافق. بس جيو حاول يقنعه ويقول له طب انت مش خايف اقول للناس عنك؟ فقايدن بيقول له صح خلاص انا جاي معاك. وبيقول في نفسه ايه المجنون ده، وبيحاول يقنعه ان ما ثقش فيه ولا ايه، وبيشيله جيو عشان يمشي. وقايدن بيكون متعصب جدا وبيقول له ازاي تتجرأ وتعاملني انا قايدن بالاسلوب ده، نزلني حالا. ولكن في النهايه بيسيبه يشيله، ومع انه بيكون منزعج الا انه بيشعر بالارتياح، وبيكون خايف ان شخصيته تتغير بسبب تحوله لقط. لكن في النهايه بيقول يلا ده شيء مش سيء برضه. بيوصل جيو لدكتور الحيوانات الاليفه وبيقول للطبيب انه جاي عشان يشتري طعام للقطط، وجاب برضه القط ده عشان يفحصه. وطلع ان هو كذب على قايدن وكان عايز يجي معاه عشان يفحصه. فبيبدا الطبيب يفحص قايدن، وبعد ما خلص فحص بيقول له انه ما بيعانيش من اي مشاكل. فجيو بيشعر بالارتياح، وبيكون قايدن مستغرب ان جيو قلقان عليه. والطبيب بيقول لجيو ان القط ده كل اللي محتاجه بس انه يعمل رجيم ويبقى زي الفل. وبعد كده بنشوف جيو وهو مروح البيت وسعيد انه قايدن مش مصاب باي اصابات كبيره. وفجاه قايدن بيشعر بحاجه غريبه وبيسال جيو هل في اي قط متحول موجود في المنطقه. فبيستغرب جيو من كلامه، ومره واحده بيحس بحاجه جايه ناحيته. فبيبص بيلاقي قط متحول، وده اللي كان قايدن بيتكلم عليه. بيتفاجئ من حجمه الكبير وان شكله بيدعي على النمور اكتر من القطط. وفجاه القط المتحول بيهجم عليهم، فبياخد جيو ديله في اسنانه وبيهرب، وبيطاردهم القط المتحول ده وبيهجم على جيو. وفي اخر لحظه بيتفاداها جيو وما بيقدرش يحافظ على توازنه، وبيقع بيتخبط في سله الزباله. وبيقول انه من حسن الحظ ان ملابسه بس هي اللي اتخدشت. وبيبقى جيو محتار هيعمل في الوضع اللي هو فيه حاليا، وبيقول انه كان هيبقى شيء كويس لو كان معاه سلاح. وبيفتكر ان في شيء هو شايله على طول في جيبه، والحاجه دي بتطلع صناره لعبه اللي بيلعب بيها القطط، وبيوجهها ناحيه القط المتحول. ويبقى قايدن مستغرب من اللي جيو هيعمله بالسلاح ده. وفجاه بيبدا يحرك الصناره، فبيتاثر بقى قايدن بما انه قط هو كمان، وبيهجم القط المتحول على جيو. وجيو بيغمض عليه من كتر الخوف، ولكن مفيش اي حاجه بتحصل. بيفتح عينيه والمفاجاه ان القط المتحول عمال يلعب مع الصناره. فبيقول لقايدن يلا بينا دي فرصتنا عشان نهرب. وفجاه بيبص بيلاقي قايدن هو كمان عمال يلعب بيها. بنرجع بالزمن وبنشوف قتال واحد مرمي على الارض. وبيقول لقايدن انا بعترف بالهزيمه انت الفائز. وبيكون الناس متفاجئه من فوز قايدن، وبيقولوا ان ده بيحصل كتير، دايما بيفوز في اي تحدي حتى الاشخاص الخارقين القوه ما عادوش بيتحدوه اصلا، وغير كده دول بيتجنبوه كمان. وبنشوف اشخاص بيطلبوا من قايدن انه ينضم ليهم وللمنظمات بتاعتهم، لدرجه ان في ناس رجعوا له وطلبوا منه انه يكون قائدهم. وبنرجع تاني لاحداثنا وجيو بيقول لقايدن انت بتعمل ايه؟ وبنشوف قايدن وهو نايم على الارض وعمال يلعب مع اللعبه، والمتحول بيلعب هو كمان. وفجاه المتحول بيقف وبيوصله نظره كلها غضب، وجيو كان مرعوب ومش عارف يعمل ايه. بيلاحظ الندبه اللي على وجه القط، بيفتكر ان القط ده كان شافه قبل كده، ولكن بيقطع افكاره هجوم من المتحول. وقايدن بيكون هيموت من الاحراج لان الجسد بيتحرك من تلقاء نفسه. وجيو بيجري وبيمسك قايدن وبيهرب من المكان بسرعه، يعني ان المتحول في وضع الهيجان وعمال يكسر في كل حاجه هنا وهناك. وجيو قدر يهرب من المتحول بصعوبه، وبيبقى مستغرب بيقول ازاي القط وصل للمرحله دي. بيحمد ربنا انه قدر يهرب منه. ولكن قايدن بيعرفوا ان على الرغم من انهم في امان بس باقي الناس مش هتكون في امان خالص. فالمتحول ده هيخلص على اول شخص يقابله. جيو بيتوتر اكتر وبيقول لقايدن طب ايه المفروض نعمله دلوقتي؟ فبيقول له قايدن الخيار الوحيد قدامنا اننا نهرب زي ما كنا بنعمل، وعشان نحتوي الموقف بشكل افضل كل اللي تقدر تعمله انك تتصل وتبلغ عنه. ولكن جيو كان ناسي التليفون بتاعه في البيت. قايدن قال له خلاص مفيش حاجه نقدر نعملها، ولكن جيو بيبقى مش مقتنع وبيبقى عايز يروح ويخلص على المتحول عشان مفيش حد يتاذى. فبيحاول قايدن يقنعه ان المتحول قوي جدا وهو مش هيقدر عليه مهما عمل، وانه يا ريت ما يتدخلش في حاجه اكبر من حجمه عشان ما يتاذاش. ولكن قايدن بيلاحظ نظراته الجاده على الرغم انه ممكن يخسر حياته، فانه مستعد انه يحمي الناس. بيبقى قايدن شايفه شخص غامض ولطيف في نفس الوقت. وجيو بيقول لقايدن ارجع انت البيت الاول وانا احاول اعمل اي حاجه بشان الموضوع ده. فقايدن قال له خلاص انا هساعدك، انا همنحك بعض من القوه اللي انت تقدر تستخدمها، هي مش كتير ولكنها كافيه تكبح القط ده. القوه اللي همررها لك دلوقتي هتكون مؤقته، فياريت تستغلها باكبر شكل ممكن. وبيطلب منه انه يقعد قدامه ويقرب منه، وبعدين بيمد ايده
ايده على راسه، وفجأة بيظهر شرارات كهربائية حواليهم لدرجة انها بتقطع التيار الكهربي عن المنطقة باكملها. فبيحس جيو بقوة بتتدفق جواه. الواد ما بيكونش مستوعب اللي بيحصل معاه، وجيو بيبقى متفاجئ، وكايدن بيفهمه انه مرروا بعض من القوة الكهربائية بتاعته. بيفرح جيو جدا بالقوة الجديدة دي، بيقول له خلاص انا هروح ادور على متحول. فكايدن بيقول له مش محتاج تعمل كده عشان هو هنا اصلا. وجيو بيلاقي المتحول وراه وبيستعد لقتاله، وبيقول لكايدن ان المكان خطير خليك ورايا. فكايدن بيستغرب من كلامه، على الرغم من الانسان الطبيعي المفروض يبقى خايف قدام وحش زي ده حتى لو هو اداله بعض من قوته، فمن الطبيعي ان يكون عنده بعض الخوف. وفجأة جيو بيبدأ يتكلم مع القط وبيقول له انت جيت لبيتي من يومين صح؟ انا كنت مستغرب اني ما شفتكش اليومين اللي فاتوا، هو اللي حصل معاك بالظبط احكي لي. وما بيردش عليه المتحول وبيهجم عليه، وكايدن بيزعله وبيقول له روغ الهجوم حالا. فبيتفادى جيو هجومه على اخر لحظه، وبيبقى كايدن متفاجئ من سرعه ردة فعله، والمتحول ما بيديش اي فرصه لجيو وبينزل عليه بوابل من الضربات. ولكن جيو بيروغ كل هجماته. كايدن بيلاحظ مراوغته دي وبيقول دي مش مجرد حظ، وانه قدر يحلل الحركات القتاليه للمتحول وبعدين بيتفاداها. بيقول ازاي ده ممكن حتى لو كان قادر انه يشوف حركات الوحش، فمن الطبيعي ان الشخص العادي ما يقدرش يتجنبها. وغير ده كله هو ما استخدمش القوه اللي انا اديتها له اصلا. وجيو بيبقى في وسط القتال مع المتحول، وبيقول ان كايدن قال له انه ما يقدرش يستخدم القوه اللي اداها له غير لفتره قصيره، وعشان كده هو عايز يستغل القوه دي باكبر شكل ممكن، ومستني اللحظه المناسبه اللي يهاجم فيها. وبيلاقي ثغره في هجوم المتحول، وبيروج هجومه وبينتقل وراه بسرعه جنونيه. وكايدن بيتفاجئ اكتر واكتر، ولد المتحول مش قادر يسيبه حتى. بينط جيو لفوق وبيجهز هجومه وبيستعد وبينزل بالهجوم بسرعه على المتحول. واحلى مسا عليك. وبعد القتال بنشوف جيو وهو مرهق جدا والمتحول مهزوم قدامه، وكايدن بيقول له ان هو مندهش من القتال اللي عمله وانه مصدوم جدا انه بيمتلك قدره زي دي. فبيساله جيو على القط هو مش ميت صح؟ فكايدن بيقول له لا هو فقد الوعي بس. وبيبدا القط حجمه يصغر وبيرجع لهيئته الاصليه، وكايدن بيحذره ان هم لازم يمشوا حالا عشان الناس هتبدا تتجمع بسبب الدوشه اللي حصلت. وبينتقل بينا المشهد لشخص واقف على سطح مبنى وبيبص في الجهاز اللي معاه، وبيبقى مستغرب ان الجهاز اللي معاه ما عادش قادر يحدد مكان العينه مع انها كانت بتقول ان هو في المكان ده. فبيقرر انه يستخدم الختم اللي جوه العينه بواسطه القدره بتاعته، على الرغم من ان هو ما كانش عايز يستخدمها عشان ما حدش يقدر يتعقبه، ولكن ما فيش خيار تاني. وبيبدا يستخدم قدرته بيؤمر العينه انها تجيله حالا. وفي الوقت ده بيكون جيو في بيته وبيعالج القط المتحول، وبيقول انه من الافضل ان ياخده للطبيب عشان يفحصه. ولكن كايدن بيقول له بلاش تعمل كده عشان ممكن يتحول تاني في المستشفى. ولكن جيو بيبقى قلقان عليه، فكايدن بيطمنه. بيبقى كايدن مستغرب ان في قط ممكن يتحول لكده، ومش بس في تضخمه الجسدي لا ده حتى في قوته كمان. وبيقول ان ده اكيد مش قدره هتلاقيها عند اي قط عادي، ولكن ده يبدو وكانه استيقاظ. ولكن جيو بيقطع تفكيره وبيقول له وهو متردد انا كنت مشغول وما لقيتش فرصه اقول لك كده، بس انا عايزك تخلي اللي انا عملته وانا بقاتل القط المتحول ده سر. كايدن بيقول له انت قصدك على قدره الحركه بتاعتك؟ فجيو بيقول له ايوه انا مش عايز اي حد يعرف بخصوص قوتي. وكايدن بيطمنه وبيقول له انا اكيد مش همشي واقول للناس على قدرتك المستيقظه. فجيو بيتفاجئ من الكلمه وبيساله هو ايه القدره المستيقظه دي؟ فكايدن بيقول له باندهاش انت ما تعرفش حتى بخصوص قدرتك المستيقظه؟ فجيو بيساله بيقول له يعني ايه مستيقظ؟ فكايدن بيستوعب ان جيو ما يعرفش ان هو مستيقظ، وان في حالات خاصه نادره زيه كده ان الناس بتستيقظ وما تعرفش انهم مستيقظين. فجيو بيساله هل قدره السرعه اللي عندي دي بتسمى بالقدره المستيقظه؟ فكايدن بيقول له ايوه. فجيو بيقول له يعني هل معنى كده ان في اشخاص تانيين عندهم قدرات زيي؟ فكايدن بياكد له المعلومه، بيقول له انت قدامك واحد منهم. فجيو بيتفاجئ ان كايدن شخص عنده قدره زيه. بيرد عليه كايدن بيقول له اكيد طبعا، يعني هل تعتقد ان شخص طبيعي يبقى عنده قدره انه يتحول لقط؟ فبيتاثر جيو وبيبدا يعيط لانه كان مفكر ان هو الشخص الوحيد اللي غير طبيعي. فكايدن بيساله اذا كان مفكر ان هو الشخص الوحيد اللي عنده القدره. فبيرد عليه جيو بيقول له حتى امي قالت لي ان ما استخدمش قدرتي دي ابدا لما عرفت عنها، ولما كنت صغير استخدمت قوتي في حادث، ولكني مش قادر انسى نظره اصدقائي ليا لما شافوني بستخدمها ونادوني بالوحش، ودي كانت بدايه معاناتي مع قدرتي، حتى اننا غيرنا مكان اقامتنا اكتر من مره عشان يقللوا خطر اكتشاف الناس لقدرتي. وكنت خايف دايما ان الناس تكتشف قدرتي، وما رضيتش اقول لامي حتى موضوع خوفي ده عشان ما تقلقش عليا، وكنت خايف اذا اكتشف امري يتم اختطافي وتعمل عليها تجارب. وكايدن بيتاثر بكلامه ده وبيكمل جيو كلامه وبيقول ان اكتشفوا ان في ناس تانية عندها قدرات خاصه وان هو مش مريض، بل ان دي قدره مستيقظه خلته يشعر بالارتياح. وبعد كده جيو بيطلب من كايدن انه يعلمه عن الاستيقاظ. فكايدن بيقول له ان الاشخاص ذو القدرات الخاصه بيبقوا مستخدمين القدرات المستيقظه، باختصار المستيقظين. احنا مش عارفين امتى ظهرت القدرات او امتى بتظهر عند الانسان، ولكن ممكن تكون مرتبطه بالجسد
الفيزيائي او بالقدرات العقليه. فبعض المستخدمين عندهم قدره على التحريك الذهني، والبعض الاخر عندهم القدره على التدمير، وفي اشخاص عندهم القدره على جمع قوه وتفجيرها. وبيعرف جي ان قدرته هي السرعه، المفروض يكون عنده قدرات تانية ليها علاقه بالسرعه، وبعد كام سنه قوته هتبقى اكثر قوه. فجي بيأكد على كلامه وبيقول له ان في البدايه كان بيقدر يستخدم قدرته مره واحده في اليوم ولثانيه واحده بس، ولكن النهارده قادر يستخدمها من 3 ل 5 ثواني في اليوم. فبيفهم قائد ان قدرته لسه ضعيفه عشان هو ما استخدمهاش كتير لانه كان خايف من استخدامها وان هو ما اتدربش عليها اساسا. فبيساله جيو اذا كان جميع المستيقظين بيتدربوا على قدراتهم، فبيأكد له قائد المعلومه وبيقول له فبالتدريب على القدره يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. بعد كده بيقوم جيو عشان يجيب له الاكل وبيبدا ياكل وهو محبط انه اضطر ياكل اكل قطط من تاني. في نفس الوقت بنشوف عيله بتنتشر في المدينه متجهه ناحيه بيت جيو. بيحس بقى قائد انه بيقول له ما قدرش يحس بيها غير دلوقتي عشان قوته قلت جامد وان الطاقه دي مش عاديه خالص. وفجاه القط المتحول بيصحى وبينط خارج المنزل في دهشه جيو وكايدن، وبيتساءل كايدن اذا كان ده بسبب الطاقه الغريبه اللي حس بيها. بيلاقي جيو بيجهز عشان يخرج وبيقول انا لازم الاقيه وهيكون شيء سيء جدا لو هاجم حد. فكايدن بيقول له انت في المره الاولى كنت مضطر انك تواجهه، ولكن دلوقتي مش لازم دخل في الموضوع ده، غير ان القط ده ما عندوش قوه كافيه انه يتحول اصلا زي المره اللي فاتت. ولكن جيو بيصر انه يبحث عنه لانه قلقان على القط ده. فلما كايدن بيلاقيه مصر على كده بيضطر انه يوافق وبيقول له خلاص انا هاجي معاك، وانا برضو قلقان بسبب الطاقه الغريبه اللي حسيت بيها دي. وبيخرجوا فعلا وبيتعقبوا القط المتحول، وجيو بيجري بسرعه كبيره عشان يلحق القط وكايدن اللي بيرشده على الطريق. وكايدن بيقول له ان القط ده سريع بس انا واثق من سرعتك انت وقدراتك المرتبطه بيها. فبيرد جيو عليه وبيقول له قصدك ايه بالقدرات المرتبطه بيها؟ فكايدن بيقول له عشان تتحرك بسرعه عاليه فانت محتاج يبقى عندك ردود فعل سريعه وقدرات ادراكيه عاليه جدا، وده شائع عند المستيقظين انهم بيمتلكوا قدرات ثانيه مرتبطه بقدراتهم الاصليه. وبيكمل في ارشاد جيو نحو الطريق وبيساله انت تقدر تحافظ على سرعتك دي قد ايه؟ فجيو بيقول له انا استخدمتها في القتال مع القط، ولكن اقدر استخدمها كذا مره لمده 2 سنين بس على فترات قصيره. وبيسال كايدن انت ازاي بتقدر تتعقب القط المتحول ده؟ فكايدن بيرد عليه انه بيستشعر الطاقه اللي استدعت القط، وبيعتقد ان الموضوع ده متعلق بمستيقظ اخر، وهناك هيلاقوا القط. بينتقل بينا المشهد للقط المتحول عند الشخص اللي استدعاه، وبيستغرب ازاي قوه القط قلت كده. بيبص له القط وبيفتكر ان الشخص ده هو اللي كان حبسه بيعمل عليه تجارب، فبيغضب جدا. فبيتعجب الشخص المجهول وبيقول له انت بقيت اكثر شراسه، وغير ده كله انت ختمك اتكسر كمان وطاقتك في تزايد، بس ده شيء طبيعي عشان تم ايقاظك. وبيوصل جيو لمكان القط ولسه هيتحرك بيشده كايدن بيقول له استخبى دلوقتي. فجوي بيقول له استخبى ليه؟ فكايدن بيقول له ان الشخص ده طلع مستيقظ ما ينفعش تروح له بشكل عشوائي كده. اعتقد ان هو مرتبط بالقط ده لان الطاقه اللي انا حسيتها كانت اشاره استدعاء للقط. بيقول في نفسه كويس ده مش الشخص اللي كان بيطاردني. وفجاه بنلاقي القط المتحول بيصرخ وبيهجم على الشخص المجهول، ولكنه بيستخدم قوته وبيرزعه في الجدار. ولكن القط بيحاول مره تانية وما بيعرفش يلمسه حتى. وكايدن بيقول انه اقوى من ما توقع وغالبا قدرته هي التحريك الذهني. بيروح الشخص المجهول وبيدوس على القط بيقول له مهارته في الحركه وقدره تحمله افضل من المتوقع، ولكن ده مش كفايه. هو ده اخرك ولا ايه؟ وجيم ما بيعجبوش الوضع بيتجهز للقتال. وكايدن بيقول له ما تبقاش غبي، انا قلت لك انه مستيقظ، انت مفكر ان الموضوع هيبقى زي قتالك مع القط. جيم بيقول له انا عارف انه يكون الوضع مختلف تماما بس انا ما اقدرش افضل واقف واتفرج على اللي بيحصل. فكايدن بيتعصب عليه وبيقول له ما تفهم بقى يا ابن الصرمه، انت مفكر انه هيقف يتفرج عليك وانت بتاخد القط؟ هتعمل ايه لو حاول يقتلك؟ ده انت لو كسبان حياتك في كيس شيبسي مش هتعرض حياتك للخطر كده. غير ده كله انت لسه مكتشف انك مستيقظ حالا، ما بالك بمستيقظ قديم وجاي دلوقتي وتقول له عايز تقاتل مستيقظ خبير؟ انت اكيد خدت ثقه في نفسك بعد هزيمه القط، ولكن القتال مع مستيقظ خبير ده موضوع تاني خالص. اعرف حدود نفسك وبطل غباء ويلا بينا نرجع للبيت، انت في كل الاحوال مش هتقدر تنتصر في القتال ده. وكايدن بيقول مع نفسه انه اكيد فهم دلوقتي ان القتال بين المستيقظين حاجه خطيره جدا وما يقدرش يقاتل مستيقظ تاني بمجرد اكتشافه لقوته. ويروح للقط المتحول والشخص المجهول فبيكون القط في وضع الهيجان وبيساله الشخص المجهول وبيقول له انت مش هتهاجمني ولا ايه؟ او انت بتهددني بس؟ دي حاجه محبطه فعلا. وفجاه بيبدا القط بالهرب، ولكن الشخص المجهول بيقول له انت فاكر نفسك انك تقدر تهرب مني؟ وبيستخدم قدره التحريك الذهني بتاعته وبيهجم على القط وبيقع القط منهار على الارض. وبيقول له الشخص المجهول من المؤسف ان ادائك ما كانش كفايه بس على الاقل اتعلمت حاجه كويسه وانا حاليا لازم اتخلص منك بشكل مناسب. وهنا جيو ما بيقدرش يتمالك اعصابه وبيتاسف لكايدن على اللي هيعمله. وفجاه جيو بيتحرك بسرعه جنونيه وبتصدم كايدن وبيقول هو المتخلف ده ناوي يموتنا كلنا هنا ولا ايه؟ والشخص المجهول بيقرب على القط عشان يخلص عليه، ولكن انت تعتقد يا عزيزي المتابع ان جيو هيسيبه يخلص عليه؟ قولها معايا كده. لا والله. بوم، جيو بيظهر فجاه عند القط وبيقول للشخص المجهول لو كنت فاكر ان هسيبك تخلص على القط فده عندها يالا، وبيهجم الشخص المجهول عليه.